انا احمد فراج، ودي حلقات بنقدمها على قناه يوتيوب احمد فراج اوتو. الصراحه انا عامل الحلقه دي عشان اشتركوا معايا وادخلكم في الافكار اللي هنقدمها في الفيديوهات والحلقات بتاعت السنه الجديده اللي هي 2019. انا قعدت كده طلعت شويه افكار، كنا احنا اتنين بس، انا ودنيا اللي هي المونتاج اللي بتعمل المونتاج بتاع كل الفيديوهات دي. فطلعنا شويه افكار كده حابب اعرضها عليكم، وسبت الدايره مفتوحه عشان حابب اسمع افكاركم، وبكده يبقى احنا نكمل الدايره ونوصل لشويه افكار كده محترمه. فانا هعرض عليكم افكاري ومستني اسمع افكاركم في الكومنتات. اول فكره حابين اللي احنا نعمل عليها شويه حلقات في السنه الجديده، وهي عملنا عليها حلقه واحده بس، هي عربيات الحوادث. انا حابب ان انا نتعمق اكتر في الموضوع ده، اعمل لكم سلسله حلقات محترمه جدا، لان اي معلومه انت عايز تعرفها ده مجالي، فهديها لك، هديك الخلاصه فيها وهديها لك فعلا، وانا واثق منها ومتاكد منها. كنت مبسوط جدا لما عملت الحلقه اللي هي الاولى عن موضوع عربيات الحوادث، ولقيت ناس بتكلمني بتقول لي انا عايز عربيه انزل بيها اشتغل في اوبر وكريم، او عربيه اجرها ويبقى داخل لي منها دخل شهري ثابت. كنت مبسوط ان انا كنت بساعد في باب رزق ربنا فتحه له، فدي حاجه بسطتني انا جدا، حسيت ان في فعلا حاجه بنقدمها او محتوى محترم. فموضوع عربيات الحوادث او سلسله الحلقات انا هكملها لكم، وهعمل لكم حلقات من قلب المعاينه وانا بعاين كمان عربيات، كانك انت بتعاين معايا بالظبط. وكمان لما عربيات تدخل من مزاد تخرج من مزاد باسعار معينه اصورها لكم واوريكم الصور بتاعتها وبتاعت الخبطه اللي فيها، واقول لكم خرجت بسعر ايه، سواء انا اللي خدتها او حد تاني، عشان تقيم وتشوف. واقول لك كمان العربيه دي خرجت بسعر كذا، ومن وجهه نظري انا ممكن مثلا تكلف لها كذا. فانت بقى قدامك الدنيا واضحه جدا، شفت العربيه واحنا بنعينها مع بعض، وشفت العربيه بعد ما خرجت بسعر معين، وشفت كمان تكلفه العربيه. فبقت قدامك الدنيا واضحه بتاعت عربيات الحوادث، وتشوف هتبقى مناسبه ليك اللي انت تجيب عربيه منهم او لا. دي اول فكره. تاني فكره فكرنا فيها برضو في سلسله حلقات نقدر ان احنا نقدمها، وهي الملاك، ان كل مالك هيطلع ان هو يتكلم على العربيه بتاعته. وانا عايز اقول لكم على حاجه، في مثلا قنوات محترمه جدا زي قناه عشاق السيارات بتاعت عصام غنايم، وقناه اوتا فندي بتاعت احمد نوح، بتعمل ريفيوهات محترمه جدا. انا نفسي بدخل اتفرج عليها اول ما الاقي اي ريفيو جديد نازل، فبشوف التقييم بتاعت العربيه. لكن هما بيقيموا العربيه من ناحيه نظام التعليق بتاعها، الميكانيكا، العفشه، الماتيريال، الخامات بتاعت الصالون، الكلام ده كله، الوسع بتاع العربيه. احنا هيبقى الحلقات اللي هنقدمها مكمله للي هما بيعملوه، عشان في الاخر نطلع كلنا صوره واحده تفيد اي حد عايز يكون فكره عن عربيه معينه. بمعنى اللي انا هطلع لكم الملاك في كل حلقه لوحدها، هم اللي هيكلموا عن العربيات بتاعتهم، عربيه قعدت معاه لمده سنه او 6 شهور او سنتين او هيقول لك بقى العربيه دي كل تفصيله معاه فيها، المميزات اللي هو شافها وهو راكب العربيه، العيوب بتاعتها. هيقول لك استهلاك العربيه للبنزين كان معاه عامل ازاي، هيقول لك التعامل مع التوكيل كان ايه نظامه، هل فعلا التوكيل محترم بتاع العربيه، اسعار الصيانات، اسعار قطع الغيار. هيكلمك بقى من ناحيه الفتره اللي هو عاصرها للعربيه. وكمان لكل حلقه انا هعملها في الموضوع ده هتلاقوا في التفاصيل تحتها حاطط لكم اللينك اللي عامله سواء اوتو فندي او عصام غنايم كريفيو للعربيه دي، عشان في الاخر عايز اكون زي ما قلت الصوره واحده وواضحه لاي حد داخل بيعمل سيرش عاوز يعرف كل حاجه عن عربيه معينه. واول حلقه هتنزل في الفكره دي ان شاء الله هتبقى يوم الخميس الجاي. تالت فكره فكرنا فيها، ان احنا لقيت ناس كتير في كومنتات كاتبالي عربيات معينه عايزه تعرف رايي ليها ورأيي فيها وتقييمي للعربيات دي. ففكرنا ان احنا هنعمل زي مدونه على بلوجر. المدونه دي هينزل عليها تقييم لعربيه كل يوم، والتقييم ده مش هيبقى لاي عربيه عشوائي، لا انا هاخد الاستفسار بتاعكم او العربيه اللي انتوا عايزيني اعمل تقييم عنها، واروح اكتب فيها مقاله واعمل لها التقييم بمميزاتها وعيوبها وقطع غيارها، واروح منزلها على المدونه دي، واروح حاطط لك اللينك بتاعها تخش تقرا المقال براحتك كده وبكل تفاصيل فيه، بدل ما كنت هكتب لك كومنت كده سريع مش هيفيدك ومش مش هيحسسك ان انت عرفت كل حاجه عن العربيه. وفي نفس الوقت انت لما تدخل هتقرا كل اللي انت كنت عايز تعرفه عن العربيه دي، وكمان غيرك هيستفاد. يعني مش بس انت هتستفاد ان انا اكتب لك في ريبلاي، لا دي هتبقى مقاله، فانت او اي حد غيرك عايز يعرف تفاصيل عن العربيه دي هيخش يستفاد. فدي المدونه، ودي تالت فكره. وكل يوم ان شاء الله زي ما قلت لكم هيبقى في مقال هيتنشر على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، وعلى الجروب برضو على الفيسبوك اللي هم اسمهم احمد فراج اوتو باسم القناه. فادخلوا على البيج وعلى الجروب عشان تشوفوا المقالات. رابع حاجه وهي جروب الفيسبوك.
وهو عايز اقول لكم ان هو جروب انا عملته عشان نبقى عيله فيه مع بعض. اي حد لا قدر الله عطلان على الطريق او عاوز حد يبقى جنبه ويساعده هيقدر ان هو يدخل يكتب لنا على طول على الجروب، نبقى جنبه ونقدر ان احنا نساعده. هنعمل لوجو نعمله على عربياتنا عشان نعرف بعض على الطريق. الجروب ده نتناقش فيه في كل حاجه برضو تخص مجال العربيات. هسيب لكم اللينك بتاعه في التفاصيل تحت الفيديو، ادخلوا عليه واشتركوا فيه وخليك جزء من العيله بتاعتنا اللي احنا بنكونها. انا كده خلصت الافكار بتاعتي بتاعت النهارده، ودي كده كذا يعني كام فكره طلعت من 2 بس. انا مستني اسمع الافكار بتاعتكم اللي انا متاكد ان هي هتبقى حاجه كده مختلفه وهتبهرني، وان شاء الله هننفذها. دي حلقه النهارده. لو انت بتشوف الفيديو ده ولسه ما عملتش اشتراك في القناه انزل اعمل اشتراك، وكمان فعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد احنا بننزله. انا احمد فراج ودي قناه احمد فراج اوتو. القناه واصله لحد دلوقتي 20,000 مشترك بس، وانا بحس ان ده مش عدد كبير، بس انا شايفه ان هو انجاز كبير جدا لانها وصلت للعدد ده في وقت قصير، وانا متاكد انها في وقت اقصر هتعمل اضعاف العدد ده لاننا فعلا بنقدم محتوى مفيد. باذن الله هنوصل بيكو وهنوصل بالمحتوى المفيد اللي احنا بنقدمه. واستنوا الفيديوهات بقى والافكار دي لما تتنفذ في السنه الجديده، ولما نترجم الكلام ده على هيئه حلقات بنقدمها لكم. شكرا.